السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. طبعا ينعاد عليكم بالخير عشان العيد الكبير. طبعا بقى الناس طبعا اللي هتذبح وكده. ده ممبار ضاني زي ما احنا شايفين كده، رفيع جدا. طبعا بيجي من عند الجزار كمان لو عايزين تشتروه. ده كيلو انا غسلاه، وكمان غسلته ملح وخل وكده ونقعته شويه، وبعد كده غسلته بدقيق، وطبعا صفيته زي ما احنا شايفين كده. وبصوا منضفاه طلع بجد بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تحفه. عايزه كيلو زي ما قلت لكم. وكمان عايزه زي ما احنا شايفين كده بصل متخرط صغير خالص كده او متقطع صغير جدا كده. حوالي 4 بصلات صغيرين او بصلتين كبار. وكمان كيلو طماطم زي ما احنا شايفين كده متقطع صغير برضو. وهقول لكم كمان هناخد 4 حبات او 5 طماطم، هنحط عليهم كام فص ثوم كده ونضربهم في الخلاط. وكمان دي خضره مقطعه زي ما احنا شايفين صغير جدا. طبعا ربطه شبت وبقدونس وكزبره بس. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، زي ما قلت لكم انا قطعت كام ثمره كده او واحده طماطم، حوالي 4 أو 5. لو صغيرين حطوا 5، لو كبيره حطوا 4، وكام فص ثوم كده ونضربهم دلوقتي في الخلاط. دلوقتي انا ما قلتلكوش عايزه قد ايه رز. احنا عايزين كيلو رز اي نوع. دلوقتي هنغسله وتعالوا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا حطينا الرز طبعا غسلينه زي ما احنا شايفين او مصفيينه، وحطينا الخضره وحطينا البصل وحطينا الطماطم. دلوقتي بقى هنحط نص كوبايه زيت، بس ما يكونش ليه ريحه، يا ريت يكون زيت ذره او اي زيت يعني عندكم، بس ما يكونش ليه ريحه طبعا. وهنحط التوابل بتاعتنا. دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين نحط بسم الله نص المج كده زيت. دلوقتي كمان كده بسم الله الرحمن الرحيم كده دي الطماطم اللي انا قلت لكم عملناها في الخلاط، وحطينا فيها كام فص ثوم كده زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي احنا حطينا معلقتين صلصه، وكمان معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره كمان كزبره، وكمان معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه او معلقه ونص ملح، الملح حسب الرغبه، ومعلقه كبيره فلفل اسمر. مش حابب الفلفل الاسمر عشان طبعا بيبقى عامل زي الشطه يعني، يحط نص معلقه بس، ونص معلقه صغيره قرفه اللي حابب، بس هي بتفرق في الطعم بصراحه. دلوقتي هنقلب بقى كل الخليط ده وهنحشي بقى كده زي ما احنا شايفين. بعد ما قلبنا طبعا كل الخليط مع بعض كده، دلوقتي طبعا هنجيب بقى الممبار زي ما احنا شايفين كده ونحشي. بس عايزه اقول لكم ده صغير هيتعبكم جدا، في اختراع جديد بقى بصراحه جميل جدا جدا جدا.